فحاول أن تحسن تربيتهم ومعاملتهم. هكذا علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك الكثير من العلماء في علم الاجتماع وعلم النفس يذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن التمييز في المعاملة بين الأبناء يولد الضغينة والكراهية بينهم. هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعلوم الغربية تؤكد كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن التفرقة بين الأبناء، بين الرجال أو النساء، بين الأطفال الكبار أو الصغار، كل هذا يولد الضغينة والحقد والكراهية. وحينما يكبر الأولاد ونجد الحقد بينهم وعدم الوقوف بجوار بعض فنشتكي فنقول له هذه هي نتيجة أعمالك وتربيتك، فأنت قد ميزت منهم من قبل فلا تشتكي الآن. ونحاول أن نصلح بين الأبناء، ولكن ماذا تفعل؟ فإن النفس تعقرت وأصبح بين الإخوات ضغينة وكراهية. هكذا أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل عليكم، فلا بد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.